السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله. كيفكم أحبابي؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ولقاكم هذا الفيديو بأحسن الأحوال. جيتكم اليوم بواحد الشيوة تقدروا توجدوها في العشاء الغداء، يعني شيوة رائعة ومميزة. فقط يعني عندكم الدنجال البيض بمكونات بسيطة، ولكن كتحضروا واحد الوجبة راقية ومميزة ولذيذة، يعني كيحبها الصغير والكبير، مختلفة شي شوية على الوجبات التقليديه اللي كنوجدوا بالدنجال والبيض. جيتكم اليوم بوصفه رائعه. ندخل معكم مباشره في شرح الوصفه والطريقه. كنحتاجوا واحد زوج ديال الباذنجانات يكونوا بحجم متوسط، كنغسلهم مزيان، كنخلي لهم القشره ديالهم، كنبقى نقطعها غير هكايا، كنقطع منها شويه وكنخلي شويه فيها على هذا الشكل هذا طولي. صافي هنايا كنبقى نقطعها بالموس الانصاص طوليه، وكنعاود نقطعها يا البنات هكايا على الشكل، يعني على شكل زائد. صافي نقطعها على شكل مكعبات صغارين، باش كيجيوني متساويين. داكشي علاش كندير لها التقطيعه هذه، كنقطعها انا انصاص طوليه ونعاود نقطعها على النص باش كيجيوني المربعات اولا المكعبات متساويين. صافي هنايا كنبقى نستمر على هذا الشكل هذا حتى نقطع الباذنجان ديالي كامل على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. صافي من بعد البنات غادي نجيب واحد البول وغادي نخوي فيه داك الدنجال ديالي باش غادي ندير فيه المكونات كاملين. صافي هنايا خديت واحد 4 ديال البيضات ولا 3 كبارين، على حسب حجم البيض اللي نتوما عندكم. كنطربهم مزيان بواحد الفرشيط. صافي وكنضيفهم مباشره على داك المكعبات ديال الباذنجان ديالي على هذا الشكل هذا. صافي وكنجيب كندير التتبيله، كنجيب شويه ديال الابزار، واحد المعلقه صغيره ديال الابزار، معلقه صغيره ديال البابريكا اولا الفلفله الحمراء، عندي واحد المعلقه صغيره من الملحه. صافي هنايا الملحه على حسب الذوق البنات، تقدروا يعني ديروا معلقه صغيره، ولا اللي كينقص الملحه يقدر ينقص شويه. المهم هنايا صافي كنزيد واحد 2 معالق ديال زيت الزيتون، وكنخلط كلشي هاد البيض ودوك التوابل كنخلطهم. كنجيب هنايا الثوم، وراكم عارفين الثوم كيتواتر بواحد الشكل كبير مع الباذنجان. كنجيب 3 فصيصات ولا 4، كنقطعهم هكايا ولا كنحكوهم في الحكاكه، كنضيفوهم على داك الباذنجان كيعطيو واحد لوغو زوين. صافي هنا وكنجيب واحد المطيشه كبيره ولا 2 موايان، كنغسلها مزيان. انا كنخلي المطيشه بالقشره ديالها، ممكن تحيدوا لها القشره. كنقطعها حتى هي على هذا الشكل هذا مكعبات صغارين، كنزيد نضيفها على ديك الحشوه ديالي ديال الباذنجان. صافي هنا كنجيب البوارو والبصله الخضاريه البنات، كنقطعها هكايا على شكل يعني دائري. تقدروا ديروا البصله العاديه، انا درت البوارو كيجي زوين. صافي وهنايا جبت المعدنوس، قطعته حتى هو، قصصته مزيان. جبت واحد 2 معالق ديال الفرينه ديال الفرصه البنات، زدتهم على الخليط وكنخلط مزيان هذا الخليط هذا ديالي. نحرك حتى كينسجموا لي العناصر كاملين. كنجيبوا واحد المول اللي كيدخل لنا الفران وكنخويوها فيه وكنستفوها على هذا الشكل هذا. صافي وهنايا غادي ندخلها مباشره الفران، كيكون على عافيه مهيله. وكنجيب واحد المورسو ديال الفرماج حمر ولا الموتزاريلا اللي متوفر عندكم، كنحكوه في الحكاكه على هذا الشكل هذا كالتالي. يعني كيعطيها واحد التعليكه واحد لوغوز زوين خطير البنات الفرماج، حتى كطيب لينا حتى كنقربوا نخرجوها من الفران. عاد كندوز هنايا كنديرها من الفوق على الوجه، وكندخلها واحد شويه على ما يذوب الفرماج ونخرجها. كان الشكل ديالها هو هذا، كتجي رائعه ومميزه. كنقطعوها على هذا الشكل هذا مربعات وكنحطوها في الطبسيل، يعني العشاء كتجي شي حاجه خطيره، واحد المذاق ما نعاوش يعني ما يمكنش ما نزيد نشكر لكم حتى تجربوها. هذه راها طوندونس في يعني في وسائل التواصل الاجتماعي. هاد الوصفه وصفه ايطاليه رائعه ومميزه. كنتمنى تعجبكم، ما تبخلوش عليا باللايكات والاشتراك في القناه. احبكم في الله والتعاليق الجميله.